بص، لو هتفتكر حاجه واحده من الفيديو ده فخليها الجمله دي. اول امتحان في الثانويه العامه مش هو اللي هيحدد نتيجتك، اللي هيحددها فعلا هو اللي هتعمله في ال 24 ساعه الجايين، لان في اخطاء بسيطه جدا الطلبه بيكرروها كل سنه وبيضيعوا درجات كانوا اولى بيها. عشان كده في الفيديو ده هقول لك ازاي تمشي يومك خطوه بخطوه من ليله الامتحان ليوم الامتحان لوقت ما تسلم الورقه. وفي الاخر معايا هديه مجانيه في النحو ما تفوتهاش. الساعه 4 العصر هيجيلك شيطان ويقول لك افتح المذكره دي فيها حوالي 100 سؤال متوقعين هيجوا في الامتحان. ما تسمعش كلامه واقفل المذكره فورا، لان ليله الامتحان مش بتاعت مذاكره جديده، دي ليله بتثبت فيها المعلومات، ولو حاولت تدخل اي معلومه جديده فانت هتمسح القديم وهتعمل لك قفله في دماغك. وطبيعي يعني اللي ما عرفتش تلمه طول السنه مش هتلمه في 4 ساعات. فاقفل كل التوقعات وهات ورقه وقلم قبل ما تنام اكتب فيها جميع القوانين او المصطلحات اللي انت بتقف عندها وبتنساها وبس. واحب اقول لك ان اكبر جريمه ممكن تعملها في حق نفسك انك تروح الامتحان وانت مطبق من غير ما تنام ولا ساعه، لانك حرفيا كده بترمي مجهودك كله في البحر. لان الدماغ وهي مش نايمه بتبقى عامله زي الموبايل اللي شحنه 1%. في اللجنه هتلاقي السؤال قدامك وعارف انك شفته قبل كده بس مش قادر تستوعبه لان خلايا مخك متدمره. ومن الساعه 11 بالليل السرير هو مكانك الوحيد، حتى لو ما جالكش نوم فنام وتقلب براحتك على السرير، بس اهم حاجه تريح دماغك وعينك، وده لوحده يشحن طاقتك بنسبه 70%. وقبل ما تغمض عينك في حركه غبيه بنعملها كلنا بدافع الاطمئنان، بس هي في الحقيقه رصاصه ترد في صدرك تقتلك. طب ايه الحركه دي يا عم ديشه؟ هقول لك الحركه دي يا صاحبي انك تفتح الواتساب او التليجرام او تشوف واحد من اصحابك او حتى تفتح جروب انتوا فيه، وهتلاقي واحد من اصحابك قايل لك ان السؤال ده انا شفته وهيجي بكره في الامتحان، وانت بطبيعه الحال لقيت نفسك مش عارف تحل السؤال ده فتبدا تتوتر. وطبعا لما تبدا تتوتر ضربات قلبك هتزيد وهتنسى كل حاجه والنوم هيطير من عينيك. فيا صديقي في ليله الامتحان دي اعتبر نفسك عايش في جزيره مهجوره لوحدك انت وكتابك بس، فانت تفصل النت من صلاه العشاء. الساعه 8 صباحا واقف قدام باب اللجنه وهتلاقي واحد صاحبك بيجري عليك، هنفرض مثلا ان صاحبك ده اسمه ميدو، فهتلاقيه بيقول لك ايه بقى؟ الحق المستر نزل فكره سؤال صايع هتيجي في الامتحان. في اللحظه دي اعمل ديليت لصاحبك وللامتحان. المراجعه قدام باب اللجنه هي اسرع طريقه لخلط المعلومات وتدمير الثقه في النفس. لقطه انك تمسك كتاب او ملخص قبل الامتحان بنص ساعه فانت بتعمل جريمه، لانك مش هتحل الامتحان ب 10 دقائق مراجعه قبل اللجنه. طب قبل اللجنه تعمل ايه؟ اسهل حاجه تعملها انك تقرا قران ومفيش كلام مع اي مخلوق نهائي لحد ما تدخل لجنتك. الساعه 9 بالدقيقه والورقه بقت قدامك، 15 دقيقة الجايين هم اللي هيحددوا رتم الامتحان كله. طيب أول ربع ساعة مش بتاعت حل عمياني، سمي الله وامسك القلم الرصاص بتاعك وامشي ورايا خطوه بخطوه. اول خطوه هتعمل سكان للورقه كلها وهتعلم بالقلم الرصاص علامات بسيطه جنب الاسئله المضمونه اللي انت هتعرف تحلها، وجنب الاسئله الصعبه شويه حط علامه استفهام وحط اكس جنب السؤال المعقد قوي، ده بقى انت هتحله في اخر اللجنه خالص. الربع ساعه دي انت بتعمل فيها خريطه لعقلك عشان لما تبدا تحل بالسهل اللي يثبت ثقتك في نفسك وما يخليكش تتوتر. طيب عملت ده كله وعينك جت على اول سؤال مش فاكره والتاني مش مجمعه، مبروك انت دلوقتي دخلت في مود البانيك. هتقول لي ايه هو البانيك ده ديشه؟ اقول لك دي حاله الرعب والصدمه اللي هتدخل فيها قلب الديشه. ده فخ طبيعي بيحصل ل 90% من الطلبه بسبب خضه البدايه، لان ببساطه اول 5 دقائق عقلك بيكون لسه ما خدش على صدمه البدايه. طب ايه الحل؟ الحل في الوقت ده انك تقفل الورقه خالص وتريح ظهرك لورا وتاخد نفس عميق وتكتبه شويه وبعدين تطلعه بالراحه، وبعدين تفتح الورقه وتدور على اسهل سؤال في الورقه وتبدا تحله، لانك بعد ما تحل السؤال ده ثقتك هترجع في نفسك وعقلك هيبدا يفرز كل المعلومات الصعبه ويفك الشفرات لوحده. وخلي بالك وانت بتحل هيقابلك السؤال المستفز. ايه هو السؤال المستفز ده؟ السؤال ده هو اللي انت عارفه وذاكرته قبل كده بس مش قادر تجمع المعلومات علشان تحله، فتقرر تكلبش فيه وتقول عليا وعلى اعدائي، وبالطريقه دي فانت كده بتضيع الامتحان من ايدك. طب ليه؟ لان الامتحان بيبقى فيه اسئله محطوطه مخصوص علشان تضيع وقتك وتوترك، وفي قاعده ذهبيه لازم تعرفها: السؤال اللي ياخد منك اكتر من دقيقه اركنه وادخل على اللي بعده على طول. لم الدرجات المضمونه الاول وفي الاخر رجع للوحش ده وبعدين حل وانت مرتاح. واهم حاجه ما تخليش سؤال بدرجه واحده يضيع منك 5 اسئله ب10 درجات. طيب جيت في نص الوقت ولقيت نفسك بتعرق وضربات قلبك بتزيد وحاسس ان كل اللي ذاكرته اتبخر، تعمل ايه؟ بص يا صديقي دي مش نهايه العالم، ده اسمه بلوك عقلي مؤقت، فانت هتعمل اللي انا اقوله لك، احنا كلنا عملناه قبل كده. هتريح ظهرك برضه وتاخد شهيق وزفير لحد ما تهدى خالص وبعدين تبدا حل من اول وجديد. واعمل الحركه دي 3 مرات لان الحركه دي علميا بتهدي الجهاز العصبي، وطبعا بتجبر المخ انه يوقف افراز هرمون التوتر ويفتح مخازن الذاكره تاني. ومش عايزك تخاف، كده كده الورقه مش هتهرب والوقت معاك طويل. وخد بالك من اهم 3 اخطاء بيضيعوا مجهود سنه في لحظه واحده. اول حاجه هو عدم قراءه السؤال لاخره، حضرتك بتقرا اول جمله وتجري تختار على طول، وعايز اقول لك ان ده اكبر خطا ممكن تعمله لان بيبقى فيه كلمه معينه مكتوبه بخبث بتضيع السؤال كله عليك. وتاني حاجه هو انك تظلل متاخر، وهنا انت بتحل في ورقه الاسئله بس وبتاخر التظليل لاخر 10 دقائق، وبكده الوقت بيتسرق منك والمراقب هيضطر يسحب منك الورقه وانت ما عملتش اي حاجه. فالحل
الحل انك كل ما تحل 5 اسئله في ورقه الاسئله انقلهم في البابل شيت على طول. وتالت حاجه انك بتتردد وانت بتحل السؤال. ازاي؟ انك تختار اجابه بناء على احساسك في الاول وبعدين يجي لك وسواس فتشطبها وتختار غيرها. وعايز اقول لك ان 80% من التعديلات دي بتكون غلط، لان احساسك الاول بيكون غالبا مبني على الذاكره اللمسيه، فثق في اول جمله اخترتها طالما مفيش دليل قاطع ضدها. بقول لك شعر كمان. طيب اخيرا خلصت الامتحان، فتعمل ايه بقى؟ الساعه 12 الظهر بعد ما سلمت الورق وخرجت من باب اللجنه، في قانون صارم لازم تعمله. ممنوع 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 منعا باتا تراجع. اللي بيراجع يا صديقي حرفيا بيموت، لان المراجعه بعد الامتحان هي اكبر تدمير للامتحان اللي بعده. طب ليه؟ لان مراجعتك لو طلعت غلط هتدخل في مرحله احباط ومش هتعرف تذاكر للماده اللي بعدها، ولو طلعت صح برضه هيجي لك ثقه زايفه ممكن تكسل تذاكر للماده اللي بعدها. فيسعدني ان اقول لك اول ما تخرج ارمي امتحان العربي في اقرب سله زباله ليك، وعقلك في اللحظه دي مش شايف غير الماده اللي عليها الدور. وعشان انا عارف ان النحو هو البعبع اللي بيرعبك في العربي، فانا وعدتك بهديه في اول الفيديو. ركز معايا عشان جبت لك اهم 5 اسئله النحو مش هيخلى منهم. بص يا صديقي، معاك اول حاجه الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف بيجرب الفتحه في حالتين: صيغه منتهى الجموع وصفه على وزن افعل، وبيجرب الكسره في حالتين: لو في الف وواو او مضاف اليه. طيب تاني حاجه كتابه الهمزه. كتابه الهمزه بتيجي على واو او على نبره او على سطر، وركز في الاعراب بتاعه. تالت حاجة أسلوب التفضيل، وركز فيه. عندك رابع حاجة المصدر المؤول. وأخيرا وليس آخرا الجمل التي لها محل وليس لها محل من الإعراب. عيش فيهم ليلة الامتحان وادعيلي. طيب هتقول لي جايب الكلام ده منين؟ أقول لك شوف الفيديو ده. احنا عندنا 17 سؤال نحو في الامتحان. 17 في 17 سؤال نحو ده من ب كام؟ 22 درجة. تمام؟ انا هشاور لمصر كلها دلوقتي على 6-7 نقط ان شاء الله وهيروح يلاقيهم. يا رب. في عندنا حاجه في المنهج اسمها ممنوع من الصرف بيجرب الفتحه. في حالتين اسمهم صيغه منتهى الجموع وصف على وزن افعل، من فضلك ركز عليهم. ماشي. في عندنا حاله في كتابه الهمزه تتكتب على واو ولا على السطر ولا على نبره. دي يا حبيبي مرتبطه بالاعراب، تقابلك في اسلوب التعجب مثلا، اسلوب التفضيل من الاساليب الطالب هيلاقيه في الامتحان. في حاجه اسمها مصدر مؤول، الطالب هيلاقيها في الامتحان. مواقع الجمل ليها محل وملهاش محل هنقول في الامتحان. ال5 دول ان شاء الله بعد الامتحان هتستضيفنا تاني ونقول ان شاء الله. نشكرك. وعايزك تفتكر حاجة واحدة بس: الثانوية العامة مش نهاية قصتك، دي مجرد بداية. ربنا مش هيضيع تعبك، والسعي اللي انت سعيته طول السنة دي عند ربنا غالي جدا ومحفوظ. ارمي حمولك على الله وادخل بقلب ميت، واعمل اللي عليك في ال 24 ساعة الجاية، وسيب الباقي على صاحب التدبير. ربنا يوفقكم يا أبطال، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.